دايما بخلي وقت اللايف مع وقت شعري. شيما انتي عسل، شكرا. مش هنرجع الجماهير للملعب؟ يا ريت والله، بس تفتكروا يعني بعد اللي حصل في الماتش بتاع الزمالك ده في افريقيا هيرجعوا؟ يعني دي كانت حاجه مشجعه عشان يرجعوا. ربنا يحفظك ويحميكي. خلاص قرب يتحرق من المكوى. لا ما هي خفيفه المكوى بتاعتنا دي. شيما انتي زملكاويه ولا اهلاويه؟ اهلاويه. اهلا مسا عليكي. محمد ابو مش عارفه، مش كده. دونجل بيقولي شكلك وحش فشخ. خد بلوك، بس اكيد مش اوحش من شكلك. ايه حكايه الفيديو بتاع عفيفي؟ انا ما عنديش حكايه، اللي عنده حكايه يقول، لكن انا بالنسبه لي ما عنديش حكايه. يعني انا كنت قاعده انا وزميلي عندنا هنا الليفينج روم او جاست روم بيقعدوا فيها الضيوف والمذيعين ما بين الفقرات. فكنا قاعدين بنتكلم، فالناس اخدت الكلام ترجمته على دماغها المريضة، فكل شخص مريض ترجم الكلام بطريقة مريضة. بصراحة رأيه ما يهمنيش. ما يهمنيش اصلا، محترمين طبعا الحمد لله. اسال زيك انت يعني، ما يهمنيش يعني شايفين ايه، قالوا عليا ايه، الحاجات دي مش فارقاني، هم اشخاص ما يهمنيش اصلا. واحد بيقول لي محمد سين بيقول انتي اوفر قوي بصراحه. طب ما تضايقش نفسك بقى يا محمد، تخش عندنا اللايف تاني. خلاص قرب يتحرق، ما يتحرق بقى يخرب بيتك، شو بيتك الله يخليك. انا عازمك على عيد ميلادي والله، يعني سبا هبه سبا بيا مخسي. كل يوم تعمل شعر. اعمل ايه، انا جنبك في النايل سات. اهلا يا احمد. ما شاء الله حلوه، شكرا. انا بموت فيكي سو هايله، ميرسي يا حبيبتي، احلى مذيعه بصراحه. ازيك؟ بصراحه متكبره. دونجل ماشي يا دونجل. حلوه حلقتك انت وعفيفي، مفيش اي حلقه. شيما عندنا في المنيره الاسبوع الجاي، مين هياخد الكيس؟ والله يا الكاس دايما فيه مفاجآت يعني. مالك متعصبه النهارده كده؟ والله مش متعصبه ولا حاجه. احلى شيما في مصر والعالم العربي، نور الدنيا كلها. الجيش بيقبضك كام في دي ام سي؟ كتير قوي، ما تعدوش. كتير مش عارفه، هو ملايين. يقول لي في اليوم مليون، كل يوم اجي هنا ايه مديني مليون وانا ماشي. 30 مليون في الشهر. ما انا ما بشتغلش كل يوم بقى، مش عايزين نفتي على الناس. انا بشتغل 5 ايام في الاسبوع، اليوم بمليون، يعني في الشهر 20 مليون في الشهر. يلا قليل قوي مليون. قليل قوي في بس اعمل ايه بقى، برضه بقليلي الحمد لله. لازم ارضى باللي ربنا قسمهولي. كل يوم انزل اخبط عربيتي، اقوم رميها في الزباله ومعديه على معرض عربيات، مشتريه واحده جديده ورايحه بيها على الشغل. اعمل ايه بقى، كل يوم بعربيات. فلوسي كتير. I like you and good luck. thank you. متولي مش هيروح الاهلي مش زي ما قلتي، بكره نشوف. بتاخدي في الساعه 10,000 صح؟ لا انا باخد في اليوم مليون، وانا باجي القناه هنا بقعد لي بتاع 3-4 ساعات، ف3-4 ساعات مليون. يعني شوف 3-4 ساعات بمليون، يعني الساعه ب250,000 جنيه. هو الناس اللي بيهاجموكي مع انك مذيعه جامده، انا عارفه. ما اعرف يا محمد، قول لهم توقعاتك للبطوله العربيه. والله انا توقعاتي ما اقدرش اتوقع، بس انا اتمنى يعني ان احنا ان شاء الله الاهلي او الزمالك. هو الناس اللي بيهاجموكي مش عارفه. خلاص ايه بيقولي لي بترمي عربيتك فين؟ ده انا في ناس كتير بيمشوا ورايا عشان يرموا العربيات من ورايا. ما تيجي ميرنا الفنانة مش هتطلعي؟ ميرنا مين؟ مليون ليه؟ واحد بيقولي رقاصة ليه؟ هي رقاصة بتاخد مليون جنيه؟ ده لو رقاصة بتاخد مليون جنيه في الساعة يا اخي هتلاقي مصر كلها نازلة تشتغل رقاصين. شيما، هاي شيما، thank you for the coins. love you. قارب انت حلوة، شكرا. عفيفي صاحبك، عفيفي زميلي واخويا. خلاص ما تقرفنلش بملايينك دي، ما تقرفناش بملايينك دي. لا انا اقرف اللي انا عايزاه بقى بملاييني وانا حرة فيه. اقرب. هاي لاف يو، ثانك يو، انا بحبك. هاي تركي، هاي عقرب منورنا. ايه يا جماعه؟ هاي شيما، هاي المقدم رئيس القناه ظلمك لما دخل TDMC، بس انتي مش موزه. ياسمين صبري برقبتك.
المقدم رئيس القناه ظلمك. اول ما يبقى عندنا مقدم هقول له يسلم عليك. يبعت لك جواب شكر. يبعت لك جواب شكر. خلي بالكم بقى يا جماعه، حاجات دي مباحث انترنت وكده، اي حد يقول كلمه كده ولا كده ممكن يتجاب من قفاه. انا بحذركم. وحشاني متولي مش هيجي من الاهلي زي ما انتي قلتي. ما انا بقول لك هنشوف الايام اللي جايه هتثبت. شيما فعلا مدحت شلبي جاي دي ام سي. انا ما سمعتش عن الموضوع ده. انتي لسه في الدي ام سي ولا رحتي الان؟ لا انا مش هروح في حته، انا قاعده في مكاني. شعرك ناعم مش مستاهل بليس. بالنعام زياده. ما قلتيش برضو، ما قلتش ايه. عاوزين نشوفك في لندن. عمري ما رحت لندن قبل كده يعني، بس ان شاء الله اروح قريب. كومنتات فاضيه قوي، ناس فاضيه. نفسك في اي قناه تكوني موجوده فيها؟ نفسي افضل في القناه بتاعتي، بحبها جدا. يعني متولي هيروح الاهلي ولا لا؟ انا المعلومات اللي عندي بتقول انه رايح الاهلي. هو مش هيروح يبقى خلاص هترجع. لندن هتنور والله. الله يخليك، من نورك. نفسي سيلفي معاكي، يا ريت والله، شرف ليا. احلى نجمة كورة، الله يخليك. طيب النهارده احنا عندنا يا جماعة حلقة الساعة 12 يعني بعد قليل. تعالوا كده ايه اقول لكم الدنيا ماشية ازاي او هنتكلم في ايه النهارده. خلاص ايه رأيكم؟ طيب هنتكلم النهارده عن ردود افعال جمهور النادي الاهلي اللي لسه مكملين احتفالهم بالفوز بالقمه 114 وعملوا هاشتاج جديد هو دوري اللا هزيمه. وجمهور نادي الزمالك لسه بينتقد ابراهيم صلاح بسبب ادائه المتواضع في مباراه القمه. واكيد هنتكلم عن تجديد عقد كونتي مع تشيلسي. نتكلم على ايه كمان يا شيمو؟ النادي الاهلي دلوقتي بيستعد عشان يعلن رسميا عن ضم ايمن اشرف. طبعا هو طبعا احنا كنا متكلمين عن موضوع ايمن اشرف ده من فتره كبيره. ما رحتيش فرح الشيخ ليه؟ انا هخلص هوا واطلع جري 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 على فرح احمد الشيخ. كنا بنتكلم عن او اتكلمنا قبل كده عن صفقه ايمن اشرف وكنا عاملين فوتنج كمان. وفي خلال يعني ساعات يمكن ان الاهلي هيعلن رسميا عن ضم ايمن اشرف ظهير ايسر سموحه. طبعا اللاعب وقع عقود في الفتره اللي فاتت زي ما قلنا. وحسام البدري مدرب النادي الاهلي خلاص الضوء الاخضر تعاقد معاه، لانه طبعا بيجيد اللعب في مركز الظهير الايسر وفي قلب الدفاع، وده اللي بيخلي كفته اتقل عشان النادي الاهلي يدعم بصفوفه في الفتره اللي جايه. صفقه ايمن اشرف دي الصفقه الثالثه لتدعيم صفوف النادي الاهلي بعد التعاقد طبعا مع المغربي وليد ازارو مهاجم فريق الدفاع الجديدي، واسلام محارب صنع العاب سموحه. طبعا برضو اسلام محارب هيتم تقديمه في الفتره اللي جايه رسميا. طيب مكملين برضو عندنا اخبار تانية مع النادي الاهلي. وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اكد ان الجهاز الفني للفريق قرر ضم الثلاثي الجديد احمد الشيخ واسلام محارب والمغربي وليد ازارو لقائمه الفريق اللي هتشارك في البطوله العربيه اللي هتستضيفها مصر خلال الفتره من يوم 22 لحد يوم 6 اغسطس اللي جاي. وهيبتدي النادي الاهلي مشواره في البطوله العربيه قصاد الفيصلي الاردني يوم السبت اللي جاي، وبعد كده هيلعب مع الوحده الاماراتي يوم الثلاث، وبعد كده هيختتم مباراته في الدور الاول بمواجهه حسين داي الجزائري، وتقام مباراه الاهلي في الدور الاول على ملعب السلام. وكمان قال سيد عبد الحفيظ ان قائمه النادي الاهلي في البطوله العربيه هتكون 33 لاعب. ده معناه طبعا ان الجهاز الفني قصاده فرصه انه يجرب كل اللاعبين المقيدين محليا وافريقيا، طبعا بالاضافه للصفقات الاخيره اللي عملها النادي الاهلي. طيب نروح بقى عندنا اخبار عن نادي الزمالك. صلاح ريكو واحمد جعفر ومايوكا. عرفنا مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور
تسلم قائمة بتضم 10 لاعبين من فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة، ودول اللاعبين المرشحين ان هم يرحلوا عن القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية. القائمة كان فيها شيكابالا، محمد إبراهيم، صلاح ديكو، أحمد جعفر، إبراهيم صلاح، إسلام جمال، أسامة إبراهيم، شوقي السعيد، علي فتحي، ومايوكا. ويعرض مجلس نادي الزمالك القائمة على المدير الفني للفريق عشان يتخذ قراره النهائي، سواء كان البرتغالي إناسيو أو المدير الفني اللي هيكون خليفة ليه يمكن في الفترة اللي جاية. كمان فاروق جعفر كان موجود في الاجتماع الطارئ اللي اتعمل في نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وبعد الاجتماع ده أعلن رئيس القلعة البيضاء الاستقرار على رحيل 10 لاعبين من فاتن سليم. بتقول انا ناسي اشوف بس اللي خليكي مذيعة ظلمك. انت بصراحة ست كبيرة، مش هدخل ارد عليكي، ما تظلميش نفسك بقى وتسمعي. خلاص بقى يا جماعة، دي ست كبيرة، عيب ما تردوش عليها. بس ما تظلميش نفسك والنبي يا حاجة وتسمعيني عشان ما تتضايقيش. كابوريا هيروح فين؟ هنتكلم عن موضوع كابوريا ده. احنا سمعنا كده ان ايه، انه مطلوب فيه $1,000,000. $1,000,000 $1,000,000 ازاي يعني؟ ليه بقى؟ خلاص يا شيماء، خلاص حلو، ما تظلميش نفسك. يا تيبينج عالم غريبة والله. والله غريبة قوي. شلبي هيروح عندكم وشوبير هيروح لا الكلام ده اي كلام على فكرة. احمد عفيف يعمل ايه بعد الماتش؟ والله كلمت اطمنت عليه بس كان تعبان اهو. شيماء لو مدحت شلبي هيجي ما عدناش هنشوفك لانه بياخد نص اليوم. ما عدناش ليه يا عم؟ لا هنشوف، متقلقش، انا واخده وضعي. ماشي طيب، نروح للمنتخب الوطني والاستقرار جهازه الفني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر انه يضم صالح جمعة لاعب النادي الاهلي لمعسكر الفريق في اغسطس اللي جاي استعدادا لمباراتي اوغندا يوم 31 اغسطس و5 سبتمبر في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، بعد ما تألق طبعا صالح جمعة وده كان واضح جدا في المباريات الاخيرة للنادي الاهلي. وكمان حسام عاشور لاعب وسط النادي الاهلي مرشح بقوة انه كمان ينضم مرة تانية لصفوف الفراعنة في المعسكر اللي جاي. وفي مفاوضات ما بين النني محترف بأرسنال الانجليزي وطارق حامد، يعني بيفضلوا دلوقتي ما بين النني وطارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، وسام مرسي لاعب ويجن الانجليزي. وكمان في اتجاه قوي جدا لتواجد الثنائي سولية وعاشور مع النني وحامد، وطبعا ده خوفا من اصابة اي لاعب في المباراة الاولى في اوغندا. احنا موعودين بالاصابات، احنا كنا مقصرين، كنا هناخد كاس العالم في الاصابات. بقول في محمد ابراهيم بنسبة 90% في الاتحاد. ثانية واحدة بقى، ممشاعل الموتيري في حاجة معينة؟ ايه ده؟ على فكرة شيما، الناس اللي بتكتب كومنتات ارقام كومنتات فاضية دول عايزين يبوظوا اللايف. ما انا عملت لهم بلوك، عملت لها بلوك عشان ما اعرفش اقرا مين النفسية الجحيم دي. طيب ايه كمان؟ لا مش عايزين بقى نتكلم في الموضوع. يشيما صلاح والمحمدي مالهم؟ طيب عاملين فقرة الفوتنج بتاعتنا النهارده في البرنامج عن حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني الاول احمد الشناوي. احمد الشناوي هل هيستمر في صفوف النادي الزمالك ولا هيرحل بعقد احتراف عن للسعودية للدوري السعودي؟ تتوقعوا ايه؟ هل يقدر يستغل الشرط الجزائي اللي موجود في عقده اللي هو $1,500,000 ولا يعني ايه توقعاتكم؟
شيكابالا رايح وادي دجله، رايح لميدو. تعرفي انا اقسم بالله حلمت انك عملتي لي بلوك اول ما انا صحيت من النوم، مسكت الموبايل اتاكد. ليه كده يا عم بلوك ليه؟ ربنا ما يجيب ما بيننا بلوكات. رخم قوي رخم قوي، دمك خرا وشكلك. ايه ده؟ صلاح الهجرسي ده بيكلم مين؟ مش عارفه. انت ممكن تكون بتكلمني انا، فهعمل لك بلوك احتياطي. هو الاهلي هيستغنى عن عمرو جمال؟ هل انت بتحطي مكياج 24/7؟ انا كرهت الدوري السعودي بسبب الصفقات اللي بياخدوها دي. ليه يا عم؟ في ايه؟ احنا في عصر الاحتراف، ايه المشكله يعني؟ ميرسي، شكرا شكرا. مين هو افضل حارس مرمى في مصر؟ لا هو كده كده شيكابالا مش في الزمالك يعني، حتى لو هو كان على حسب يعني وصفك تخلف، فهو كده كده مش في الزمالك. حارس العقار، شو رقم لون روج؟ اسمه مار. بسم الله ما شاء الله، حاجه تكسف انت عشان تلفتي انتباه، تقلبي وشك دهانات سكيب لياطي. ثانيه واحده. بسم الله ما شاء الله، حاجه تكسف انت عشان تلفتي انتباه، تقلبي وشك دهانات سكيب لياطي كمان لياطي. دي واحده اسمها توريتا، وانتي بقى عشان تلفتي انتباه الناس اللي موجودين فبتخشي تشتمي في الناس اللي بيعملوا لايف. طب ما تريحي دماغك يا حبيبتي وتعملي لك حاجه مفيده تنفعك، غير انك تخشي تشتمي في الناس. يعني اكيد انتي الفراغ قتلك، عندك مشاكل نفسيه. اصل الشخص اللي بيبقى داخل شاغل باله بالناس التانية وعايز يشتم ويهاجم، ده بيبقى عنده مشاكل داخليه. يعني انا لو منك روحي شوفي دكتور او حاجه، كده حرام. لا يا حبيبتي، وجهة نظرك دي تخليها لنفسك، تمسكي نظرك كده وتوجهي له الكلام، مش للناس اللي بيبقوا موجود. يعني انا دلوقتي مثلا لو شفتك في الشارع، شفت شكلك ده، اقوم جايبكي كده قايله لك ايه شكلك اللي يقرف ده وتف عليكي مثلا؟ لا طبعا عادي، ولا اعمل نفسي كاني ما شفتكيش، مش هتهميني خالص صدقيني. خليكي في نفسك يا حبيبتي. والله يا شيماء كل البنات غيرانين منك، كبري دماغك منهم وخلينا في اخبار الرياضه. انا عارفه هم بيدخلوا لي اصلا. سوسو، ميرسي سوسو. الزم عليكي حواجبك بنسواغ. ايه بنسواغ؟ ايه الزم عليكي حواجبك هاها بنسواغ؟ يعني ايه؟ مش فاهمه، كلميني كده باللغه اللي انا افهمها. شيماء انت كنت بتشتغلي في شركة تنظيم حفلات؟ شيماء الانتاج عايز يكلمك بس عشان بيكلموكي شبكة فيها حاجة. طب ما هو الو، اخبارك ايه؟ ازيك عامل ايه؟ كله تمام؟ ايه بتقولي ايه؟ لا انا هتحرك من بدري. خلاص اوكي ماشي اوكي، باي باي. انتي قمر مدوي. ميرسي يا بنتي القمر. ليه كل ده المكياج؟ ليه كل دخ المكياج خخ؟ ايه ده؟
ميك اب يا شيماء، اقسم بالله انا خفت ومعرفتك. كل ده ميك اب يا شيم؟ يعني ايه؟ مش فاهمه. هو فرح الشيخ فين؟ في القاهره. شيماء ممكن جاس بليز؟ ولا صعب؟ صعب. ليه مع السياق قلت ما عليكي منهم ومساء الخير؟ مساء الفل. ليه كل المكياج كله؟ كملي والنبي. بقى ايه اخبار الرياضه المهمه يا شيماء يا جامد؟ والله خلينا في الرياضه. نتكلم على ايه كمان؟ لون شعرك كتير حلو. ميرسي كتير. المحمدي راح استون فيلا. لو عاشور اخد كوبر المنتخب. لو عاشور اخدوا كوبر المنتخب هيلعبوا. هو احمد الشيخ هيلعب مع الاهلي في البطوله العربيه ولا لا؟ بس يا جماعه المشكله دلوقتي ان البطوله، انا اقول لكم ايه المشكله ان الاتحاد كان رافض ان هو يأيد اللاعبين الا بعد ما الكاس يخلص، والكاس هيخلص بعد ما البطوله العربيه تبتدي، ولازم يأيدوا اللاعبين اللي هيشاركوا في البطوله العربيه قبل ما البطوله تبتدي. في مشكله بس هم يعني غالبا هيحلوها. استثناء الاهلي والزمالك بس، وده لازم كان يحصل. بس كان لسه النهارده سيد عبد الحفيظ بيتكلم عندنا في DMC وبيقول ان هي فرصه كويسه، يعني عشان ايه؟ يشتكوا كل العناصر الجديده. باسم مرسي هياخد عقوبه على اللي عمله ولا ايه؟ شفتوا اللي عمله؟ عيب كده، عيب والله، حركات سيئه. ويا شيماء انت مذيعه جامده وكل قنوات تتمنى تتعاقد معاكي لان ليكي حضور جامد على الشاشه، وسيبك من غيره البنات وركزي في اخبار الرياضه. والله اخبار عفيفي ايه بعد الماتش؟ حالته صعبه يا جماعه والله. ايه الايلاينر تعولك كتير حلو. ميرسي. المصري بطل كاس ان شاء الله. ميبي روز. هاي يا روز. باسم مرسي. نيمار مكمل؟ انا اتوقع ان هو مكمل. انتوا تتوقعوا ان هو مش هيكمل؟ هيروح على باريس سان جيرمان؟ مش عارفه. انا بصراحه مش حاسه كده. انا مش حاسه يعني. شيماء عمرو اديب اجي دمياط والسيسان كان اجي وانتي مش عايزه تيجي. مش هتسيتي قدام الفانز. مين بيقول كده؟ مش محمد حسين. انت اهلاويه؟ هو لا اسمك بتشبهي مايا كساب. ازاي يعني؟ ماي زي القمر بس انا بشبهها ازاي؟ طيب مفيش بينا اي حاجه شبه، بس هي قمر بصراحه، انا بحبها جدا، دمها خفيف كده. نفسي اسمعك على راديو في برنامج طويل عن الرياضه. هتسمعني قريب جدا. مرتا في تشيلسي. كيف يا بنتي؟ ميرنا وليد تشبهها. طارق يحيى بقى مدرب عام للزمالك. يا شيماء مرتضى مع شلبيناو. قلبي، هل هناك كلام بذيء في المداخلة التليفونية؟ ايه الدنيا؟ اشكرك. ولا حاجة. انا هسيبكم يا جماعة دلوقتي عشان عندي جلسة عمل، اجتماع طارئ، والساعة 12 على شاشة DMC سبورتس. ما تنسوش تشاركوا معانا على هاشتاج البرنامج على تويتر شجع مع شيماء. عايزة اعرف رأيكم. اعرف رأيكم. هنعمل فقط مداخلات في الشكل الجديد في البرنامج. لا تعالى نرجع. الله، هنتكلم في التليفون بقى. ايوه هنعمل فقط مداخلات للجمهور يا جماعه بس مش اي جمهور. بصوا انا هاخد جيست ليست منكم، الناس الحلوين اللي هنا بس اللي هنعمل فقط مداخلات، يعني اخر ربع ساعه هتبقى معانا، هناخد من حاجات من الهاشتاج كده عشان دماغك بس عشان الناس تشوف. بقول لك ايه، طب انا جات لي فكره. ماشي، هنعمل مداخلات للجمهور. طب ليه ما ناخدش ثانيه واحده عشان نعدي الهاجس اللي عندنا مع الناس دي. اختاري
تختاري كل يوم اختار منهم بس طبعا هيبعتوا لنا رقمهم على الواتساب بصوره من البطاقه. لا هو رقم. لا هيبعتوا لنا صوره من البطاقه. لا عشان عشان عادي مفيش مشكله، عشان نضمن بس ان مفيش اي حد هيتجاوز. وهنتاكد طبعا على طول كده، بيبقى فيه هنا علاقات عامه وحاجات كده، يتاكدوا من ان هو ده صاحب الرقم، هو بتاع البطاقه وكده، وندخله معانا كده احسن. كل يوم 5. كل يوم هندخل 5 اشخاص او 6 اشخاص. واللي في الكويت يتكلم ازاي يتكلم دولي ويبطل بخل بقى. يلا اشوفكم ان شاء الله الساعه 12 على شاشه DMC سبورتس في حلقه جديده من تايم اوت. متنسوش هاشتاج البرنامج النهارده شجع مع شيماء على تويتر. وسؤالنا النهارده ما هو تقييمك لاداء حسام البدري خلال الموسم اللي فات اللي هو لسه فايت من يومين ده. يلا باي.